تعالوا بقى مع بعض النهاردة نتعلم ازاي عملت 14 قطعة من البانيه بتاع المصانع بأربع قطع بانيه بس. وكان طعمه حلو جدا ومقرمش وطري من جوه كده، وكان تحفة بصراحة، أحلى كمان من اللي بنجيبه من بره. لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة، تحطوا اللايك الجميل بتاعكم، ويلا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا على طول. أنا أول حاجة جبت الكبة بتاعتي، حطيت فيها 4 قطع بانيه. الأربع قطع بانيه دولت كانوا عاملين 200 جرام تقريبا، يعني أقل من ربع كيلو. أنا كنت متبلاهم قبليها بليلة ببصلاية كده وشوية خل وليمون وملح وفلفل أسمر، مش أكتر من كده. دي خطوة اختياري، كده كده الفيجيتار اللي نحطه دلوقتي في التوابل. خدت الفراخ دي بقى واديتها فرمة كده، بس أنا مش بحب إن أنا أنعمها قوي، يعني بحب أحس كده إن أنا باكل فراخ، مش بحب أحس إن أنا باكل عجينة وكل حاجة ممتزجة في بعض. لا، يعني اديتها فرمة، ولو انتوا عايزينها ناعمة برضو نعموها اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده جبت 150 جرام من البطاطس، سلقتهم 3 بطاطسيات صغننين، يعني برضو ما كملوش ربع كيلو. سلقتهم بس بقشرهم علشان خاطر ما يخشلهمش مية، انا مش محتاجة مية. وحطيت عليهم 150 جرام من الفيجيتار، مش البقسماط المطحون، الفيجيتار. التوابل بتاعته مش هتحتاجوا تحطوا لا ملح ولا فلفل ولا اي توابل، وهيبقى فعلا زي بتاع بره بالظبط. بدأت بقى اضرب الميكس ده كله مع بعضه. طلع معايا بالشكل ده. انا كنت ممكن اضربه اكتر من كده بحيث ان انا انعمه، بس انا زي ما قلت لكم كده بحب احس بطعم الحاجه اللي باكلها، ما بحبهاش يعني اللي هي ناعمه قوي كده ان هي تبقى زي العجينه. هو خشن سنه صغيره، مش خشن قوي يعني. دي بقى حاجه حسب الرغبه، عايزين تنعموه عن كده تمام، عايزين تخشنوه عن كده تمام. هبدأ بقى دلوقتي ان انا ادخل كل المكونات دي مع بعض كده، واعجنها بحيث ان لو في حته مثلا مكلكعه بطاطس او فراخ او فيجيتار كله يدخل في بعضه. وبعد كده هسيبها تتشمع في التلاجة 10 دقايق، وهبتدي اشكلها. انا جبت الكريسبي بتاع الفراخ اللي احنا بنحطه على الفراخ من بره، ده بيتجاب من عند العطار. هو كريسبي ساده خالص، انا ما ضفتش عليه اي حاجه، بس ضربته في الكب ضربه واحده بس، بحيث ان انا مش بحبه خشن قوي قوي كده، بحس ان هو بيقع في الزيت، انما لما بتضربيه ضربه كده يعني بتحسي ان هو بيمسك اكتر في الفراخ. بس لو مش حابه الخطوه دي مش مشكله، اشتغلي فيه على طول، ده انضرب ضربه واحده بس. بدأت بقى بعد ما سبتها كده يعني تتشمع في التلاجة كده والمكونات تمسك في بعضها. لو انتي حسيتي ان العجينة بتلزق معاكي سنة حطي نقطة زيت على ايدك، بس انا ما حسيتش بكده فاشتغلت بيها على طول. ابتديت بقى اسويها كده زي بتاعت بره، ما تخلوهاش تخينة، خلوها يعني سمكها اقل من صبعك كده زي ما انتوا شايفين معايا. وسويتها كويس كده وادت لها الشكل المدبب سنة كده من تحت بتاع بره ده. ابتديت بقى ان انا احطها في الكريسبي اللي انا اديته طحنة، واضغط عليها كده كويس عشان ما يقعش من عليها، وفي نفس الوقت كده يغرس في العجينة اللي احنا عاملينها دي، عشان لما تيجي تحطيه في الزيت ما تحسيش كده ان الكريسبي بيقع في الزيت وبيوسخه منك، لا، اتكي عليها حلو كده بعد ما تسويها. وتحطي عليها الكريسبي، اتكي على الكريسبي كويس كده عشان يثبت. لو انتي هتحمريها في يومها، آه ما تشتغليش فيها في تحميرها قبل مثلا ساعتين في التلاجة. ولو انتي هتحطيها في الفريزر بقى حطيها كده في اطباق فويل، بس ما تحطيش الطبقات كلها فوق بعض عشان ما تلزقش في بعض، حطيها بعيد عن بعض شويه. ولو حطي طبقتين حطي منهم كده شرينك او كيس تلاجة او اي حاجه، بحيث ان انتي تعملي فاصل عشان لما تيجي تحمريها او تقليها ما تبقاش لازقه في بعض كده وتعجن في بعض تاني. بس ودي بقى الكميه اللي انا عملتها، 14 قطعه من 4 قطع، جربوها مش هتندموا ابدا، حلوه موفره جدا جدا في الايام اللي احنا فيها ديت، كل حاجه غليت، وطبعا نضيفة وأضمن، وبألف هنا وشفا. يا رب تكون عجبتكم.